اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فطارنا. انا هنا بقى جبت بتنجان كده، قطعته ورشيت عليه حبه ملح كده وسبته شويه يتصفى، وحطيت حله ميه على النار عشان ايه تغلي، عشان نسلق ايه المكرونه بتاعتنا. وبرده هنا حطيت حبه زيت، مسكت بقى البطاطس دي قشرتها وخرطتها كده وحطيت عليها حبه ملح وحبه خل، وسبتها بقى ايه كده ايه شويه، وبعد كده ايه بنحمرها مع بعض اهو. انا طبعا ايه حطيت حبه ملح في الميه دي، وسقطت المكرونه عشان ايه نسلقها، عشان ايه ما اطولش عليكم. بظبط بس البطاطس في الطاسه كده وخلاص على كده. وصلوا بقى على الرسول عليه الصلاه والسلام. خلاص بقى المكرونه انا سقطتها كده وحطيت لها بس حبه ملح وخلاص وبس كده، مش هقلب فيها كتير، هسيبها بقى ايه تتسلق على راحتها كده. وادي البتنجان بقى اتقلى وبقى زي العسل كده. اكله سهله وبسيطه، وبتبقى بص النتيجه بتاعتها زي العسل. هطلع بقى البتنجان، طبعا انا بقى قشرت راس توم ودقيتها كده في الهون بقرن فلفل، عشان ايه اتبل الكبده بتاعتي. انا بقى مسكت راس توم وقرن فلفل حامي كده، قطعتهم دقيتهم ناعم يعني كده، وتبلت بقى الكبده بيهم بمعلقه خل كده، وسبتها ايه مركونه. بس كان التليفون بقى فاصل، فايه معرفش اصور لكم وانا بتبل الكبده. هنا بقى ايه خلاص سلقت المكرونه وسبتها تتصفى. نزلت هنا بقى ايه في فصين توم وقرن فلفل كده، وهندي بقى التوم مع الفلفل ده ايه بحبة زيت كده ايه تشويحة حلوة كده، عشان عايزين نطلع بقى ايه ريحة التوم كده، نشم ريحة التوم. ننزل بقى ايه بالصلصة بتاعتنا. اهم حاجة بقى ايه ان انا اديله لون كده ذهبي فاتح كده، عشان ما يمررش، يعني ما غمقش التوم بتاعي عشان ما يمررش معايا. انا بقى ايدي فيه كده عشان ايه ياخد لون حلو، واظبط له ايه بقى الصلصة بتاعته. وصلوا بقى على الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص بقى كده ايه خد اللون اللي انا عايزاه كده، هنزل بقى ايه بالصلصه بتاعتي اللي انا ايه، يعني طبعا لو انتوا عايزين تضربوا طماطم اضربوا، بس انا ايه ما كنت مستعجله بقى فايه نزلت بالصلصه على طول. يعني عملتها بالصلصه المره دي. يعني دي لما تكوني ايه عندكيش وقت وعايزه تعملي تنجزي بسرعه، فايه الصلصه دي بتنجز معاكي. مفيش في 5 دقايق بتكون المكرونه خالصه. فايه انا نزلت كده بكام معلقه صلصه كده، وهشوحها كده في الماده الدهنيه يعني. اهم حاجه ان انا اشوحها كويس كده. اول ما تطشطش كده يبقى هي كده مظبوطه. انزل بقى عليها ايه زودت بس معلقه صلصه كمان كده عشان تبقى حلوه. وبرضه هديها تشويحه حلوه كده. طبعا انا جبت بقى جرجير، مسكته وغسلته كويس كده ونقعته في حبه خل، وسايباه ايه منقوع شويه كده، وبعد كده ايه هصفيه في مصفى كده عشان يصفي ايه كل الميه بتاعته. يعني كبده يعني جرجير. عندي انا بنتي بقى ايه مدمنه كبده وجرجير، عندها بالنسبه لها الاكله دي احسن من الخروف. اي وقت تسالها، يعني اي حد يسالها انت عايز تاكلي ايه، تقول لهم انا عايزه اكل كبده، حتى لو لسه واكلاها امبارح. مغرمه كبده، مش عارفه ايه السر في كده. فهي بصراحه يعني بتفتح النفس، وبتاكل الاكله دي بتفتح النفس. الكبده الاسكندراني دي بيبقى طعمها زي العسل. انا هنا بقى خلاص الصلصه اديت لها غلوه كده بحبه الميه. هنزل بقى بحبه فلفل اسود وحبه ملح. مش هحط اي حاجه تانية، طبعا بظبط بقى الحدق بتاعي كده ايه المظبوط. وطبعا خلاص بقى ايه انا اديت المكرونه شطفه كده، وهنزل بقى بالمكرونه بتاعتي ايه عشان نظبطها كده. طبعا المكرونه انا بنزل بالمكرونه على نار عاليه، يعني شايفين الصلصه بتغلي على اخرها اهي. النار عاليه مش واطيه، عشان ايه تبقى مظبوطه معانا. هقلب بقى ايه المكرونه دي على نار عاليه، يعني ايدي فيها كده ايه على نار عاليه. طبعا بقى ايه مسكت فصين توم كده وقرن فلفل دقيتهم ناعم، ونزلت بصوا دي الطاسه التانية بتاعت البطاطس زي العسل. انا بقى ايه نزلت بفصين توم في الهون برضو كده، وقرن فلفل، وحطيت عليهم حبة كمون وحبة خل، ورشيتهم على وش البتنجان كده بعد ما قليته. يعني ايه عملت له تحديقه كده حلوه، بتديله طعم حلو. خلاص بقى انا حطيت الفلفل ده فلفل كوبي بارد مكان البطاطس كده، اديته تشويحه كده لحد ايه ما دبل معايا. وهنزل بقى بالكبده اللي انا متبلاها بقى زي ما قلنا، براس توم وقرن فلفل ومعلقه خل، وسايباها مركونه كده. هقلب بقى الكبده دي كل ده على نار عاليه، يعني اهم حاجه ان انا الكبده دي انزل ايه على نار عاليه عشان ما تنزلش ميتها، تاخد الصدمه بتاعتها وما تنزلش اي ميه. والفلفل برضو بصوا ما فيش اي ميه في الطاسه اهي. طبعا انا حاطه بقى ايه مكان يعني انا عملت في الطاسه مكان البطاطس. الكبده بتحتاج زيت يعني زياده شويه،
فكده كده الزيت، وبتبقى محتاجة زيت سخن يعني، الزيت بتاعك يبقى حامي جدا. فانا كده كده كنت بحمر البطاطس، فعملت مكان البطاطس الزيت طبعا نضيفه زي الفل، فايه مفيش اي مشكلة. بس كده انا هحط لها بقى حبة فلفل اسود وحبة ملح وحبة كمون، وفي الاخر بقى بعد ما اطفي يعني وانا بقدمها بقى اروح عصرة نص ليمونة. بس كده. بصوا تاكلوا احلى كبده والله، ريحتها بصوا بتبقى قلب الدنيا، كل اللي يخش يعني تفتحي باب الشقه كده تشمي بقى ريحه الكبده، اكنك بقى في احسن محل كبده. بصوا بقى الجمال، كانت زي العسل والريحه كانت ايه زي الفل. والمكرونه دي كان طعمها حلو جدا بفصين التوم دول وقرن الفلفل مع الصلصه، بتديها طعم حلو. بس كده بصوا انا بوريكم ان ما فيهاش اي ميه يعني، كله على نار عاليه كده، فايه كده احسن إن الكبده بتاعتنا ما تنزلش سوائل. بس خلاص بقى ايه غرفنا فطرنا. بصوا ده البتنجان زي ما قلت لكم، انا عملت له بقى ايه تتبيله كده، توم بالفلفل بحبه خل، ظبطته كده برشه كمون. وادي الكبده بتاعتنا اللي زي العسل، وادي البطاطس اللي حمرناها مع بعض، وادي جرجير بقى. وده كان فطارنا سهل وبسيط وهيعجبكم ان شاء الله. يعني لما يكون يوم انت مستعجله او عندك حاجه تانية عايز تعمليها، فايه دي ده فطار سهل او غدا يعني سهل وبسيط ومش هياخد معاكي وقت، ومنك ان انت تبقى عامله اكل يفتح النفس كمان. بس ده كان الفيديو بتاعي، متنسوش بالاشتراك اللي مش مشترك، واللايك بتاعكم جميل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع